اكتشفت برضو وسائل الانذار اللي كانت موجوده في قاعده بورسعيد ان في هدفين معاديين شمال شرق بورسعيد، وكان الهدفين دول بيتحركوا على مسافه من 15 ل 20 ميل بحري كده، يعني على مسافه من 27 ل 47 كيلومتر. وبدا المراقبين يبلغوا مركز القياده، وامر القائد برفع استعداد سرب لانشات الصواريخ، وكانت مكونه من لانشين من طراز قمار بقياده النقيب بحري احمد شاكر ولطفي جد الله. وعلشان يحصل قرار بالاشتباك، اللواء فؤاد ابو ذكري رفع الامر للقائد العام للقوات المسلحه الفريق محمد فوزي، واللي بدور الفريق محمد فوزي بلغ الرئيس جمال عبد الناصر بالاحداث دي كلها. فالرئيس صدر منه القرار بالاشتباك في حاله ان الهدفين المعاديين دخلوا المياه الاقليميه المصريه، لانهم اولا بيمتثلوا القرار وقف اطلاق النار، ثانيا لو ضربوهم اسرائيل هتشن هجمات مضاده قويه جدا لانها بتملك السياده الجويه، فكان لازم نبلغ القياده العسكريه والقياده السياسيه كمان. وبالفعل حصل، وفي الساعه 12:10 صدر امر من القياده العامه للقوات المسلحه